يبحث عن إشعال فتيل هذا اللقاء بهدف مبكر. الله يا رادوي، الله يا ميريل، يرسل لك كرة الروماني في مكان شلهوب تياغو، لكن دفاع قوي. بلال محمد يبعد هذه الكرة ويحاول الآن بناء وتنظيم هجمة لمصلحة فريق الغرافة. كرة بتصل من جديد، فيها محاولة عن طريق جونينيو، فيها مساحات، الكرة الماضية فيها راية وتسلل وفرصة بتضيع على فريق الغرافة. اللقطة الماضية في كرة مرتدة كادت أن تشكل خطورة على فريق الهلال. رادوي يسقط في أرضية الملعب في اللقطة الماضية، يشكو من آلام ويشكو من إصابة. غياب خالد عزيز، غياب ولي هامسون، الزوري في دكة البدلاء، المرشدي في دكة البدلاء، من الأسماء التي كانت أساسية في فريق الهلال في الأيام الماضية وفي المباريات الماضية، لكن بالتأكيد غيابهم بسبب الإصابة يجعلهم لا يبدأون في هذه المباراة. بينما فريق الغرافة اليوم مكتمل الصفوف، فقط غياب الحارس الأساسي قاسم برهان. واللقطة الماضية اللي يتعرض فيها لإصابة اللاعب رادوي واللي يتلقى العلاج اللازم. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. مباراة تقام في الفترة التي نشاهد فيها الحديث عن الملف القطري، الحديث عن الملف القطري في هذه الأيام، لكن فريق الغرافة يحمل الملف القطري الآسيوي ويدافع عن الملف القطري الآسيوي ويبحث عن استعادة بطولة آسيوية غابت منذ أن فاز بها السد القطري كأول فريق عربي يحصد على اللقب الآسيوي. أعطونا صوت الجمهور ولا تحرمونا من هالجمهور ومن هذه الأصوات ومن هذه الأعداد والمدرجات التي تملأ وتمتلئ بأكثر من 55,000 متفرج. بطولة الآن دور الثمانية، ذهاب وإياب، أفراح سعودية بفوز الشباب السعودي وبالتأكيد أفراح خليجية. لم نكن نتمنى بأن تجمع القرعة هذين الفريقين في هذا الدور. المرة الوحيدة اللي يصل فيها الفريق الغرافة إلى دور الثمانية يواجه فريق سعودي ويخرج، يواجه فريق سعودي ويخرج. اليوم يواجه فريق سعودي، رادوي يخرج مصابا. المصائب لا تأتي فرادى يا هلال، يغيب ولي هامسون ويغيب خالد عزيز ويخرج رادوي مصابا ويشارك مكان عبد اللطيف الغنام. كان يقول له خليني شوي